السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين بخير؟ جيت لكم واحد الوصفة جديدة، ماشي جديدة، دائما متداولة في اليوتيوب. عندي هاد السيجار اللي تجيب واحد الحشوة رائعة نقدمها معكم اليوم، اللي تيجيو خفاف ومقرمشين بواحد العجينة سحرية. اول حاجة دابا نتوما تنقدم معكم هاد السيجار في الاناء، وغنبدا الوصفة ان شاء الله على بركة الله. تيجيو مقرمشين ولداد. بسم الله. اول حاجه غناخذ واحد الاناء نوضع فيه جوج زليف ديال الفورس من النوعيه الممتازه. عندي هنا واحد 2 معالق ديال الخل الابيض او العادي اللي تيعطينا، هذا هو السر ديال التقرميشه ديال هذا السيجار هذا، او في مسيمنات او في بريوات اللي نديروهم بريوات على شكل بريوات. عندي هنا واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه، شويه الملحه. هنا عندي واحد نص كاس ديال الفينو تنزيدو مع الطحين هذا، ضروري تزيدو واحد نص كاس، ماشي ضروري، لكن اللي بغى انا تنزيدو معاه باش ما يعطينيش داك الفورس بوحديتو تي هكذا تيجي تيتلوك. تنزيد معاهم هاد معلقه ديال العسل، ثم هنا غنحتاج واحد الماء دافئ او من بارد، دابا الحال سخون باش نجمع العجين ديالي. هنا راه نعطيكم القياس اللي درت في العجينه، تنبقى نجمع تدريجيا حتى تتجمع معايا هكذا خفيفه، ما قاصحاش، تكون خفيفه. وداك الخل وداك الزيت راه ضروري تيخففها معكم العجينه من اول حاجه. تنديو نجيب واحد 5 دقائق وتنوضعها في واحد البلاستيك اللي تندهنوه بالزيت باش ما تلصقش لنا في الميكا. تنديو نجيبها في يديا، تنسد عليها ونخليها واحد نص ساعه بلا ما وجدت الحشوه ديالي اللي غنعمر بها. هنا عندي المقلاة، غندير فيها واحد شويه زيت المائده، واحد البصيله خضاريه. دابا تبارك الله البصله وجدات، واخا كانت غاليه دابا بدات ترخص معنا. عندي هنا شويه الملحه، غنبقى ندير في البصله ندي فيها ونجيب فيها حتى تهبط معنا. بعد ما تقلات لي البصله غنزيد واحد 2 خيزوات محكوكين، واحد القريعه كورجيت حتى هي تنحكها بديك الحكاكه الرقيقه باش ما ترش معنا العجينه ديالنا. وهنا عندي واحد شويه الكفته ديال اللادان، شويه الكفته ديال البقري، شويه من الحاجه اللي تتشط عندي، نعمر بها هاد الحشوه هادي. من هنا بعد ما طابت لنا الكفته وهذا نزيد واحد شويه العطريه، اخر ما نزيد واحد العطريه، واحد شويه تحميره، شويه الكمون، شويه الفلفل الحاره اللي صايبتها بيديا طحناها بعد ما كرمتها، ودائما تنستعملها معكم في الحشوات. هنا عندي واحد شويه سكينجبير، واحد شويه الصوص حاره، 2 معالق على حساب الرغبه اللي تياكل الحار. اللي ما تياكلش حار ماشي مشكل ما ديروهاش. هنا عندي واحد 2 معالق ديال الصوص مطيشه باش تعطينا اللون في هذه الحشوه هذه، وتيجي معلكه، تجي معلكه بهذا الصوص المطيشه. اللي ما تيبغيش المطيشه ماشي مشكل ما يديرهاش. هنا عندي اخر حاجه حتى تطيب معنا الحشوه، تنزيد واحد 2 معالق كبار ديال قزبر ومعدنوس، واحد العلبه ديال الشعريه بعد ما سلقتها درتها في الماء طيب خليتها ترخف، تطلقات معنا صفيتها وغنزيد على هذه الحشوه هذه. وهنا واحد شويه معلقه ديال الزيت ديال واحد شويه الزيتون تنزيد معها ونخليها تبرد. هنا عندي واحد الاناء غندير فيه شويه الزيت المائده، وغنزيد معها واحد 2 معالق ديال المايزينا ونخلط مزيان. هذه تنستعملها للتوراق. ها العجينه ديالي بعد ما طلقات لنا دابا غنشكلها كويرات. شوفوا تبارك الله العجينه تجي مطلوقه بدون دلك، تندلكوها واحد شويه تنديو نجيفها مزيان. دابا غنشكلها كويرات صغيورين على حساب المسيمنات باش يجيونا سيجار مويان، ما تيجيوش كبار، غير صغيورين. غنبقى نشكل معكم تنكمل هاد العجين كامل ونخليوها ترتاح. بعد ما ترتاح لنا عاد نبدا نطلق معكم. وبعد ما بردت لنا الحشوه تماما نزيد لها واحد الزليفه ديال الفرماج، اي فرماج عندكم، موتزاريلا احمر، اي جبن، مثلثات، تزيدوه مع هاد الحشوه تجي رائع. هنا اول كره
اللي درت هي الاولى، غنبدا بها هي الاولى. غنبدا نطلقها فوق سطح العمل، ندهنو مزيان. هنا تشوفوا العجينه كيفاش مطلوقه تبارك الله. فيما تديها معاك تجي معاك. غنبقى نسطح فيها تيبان لنا الوجه ديال سطح العمل، تيبان لنا في هذه العجينه هذا. هي العجينه تبارك الله راه مدلوكه. وهذاك السر ديالها هو داك الخل. ملي تديري الخل هنا فين تتورق معاك العجينه، السر ديال العجينه هذه. هنا غندهنو يدينا بداك الخليط اللي درنا ديال المايزينا والزيت. هنا بعد ما نسرحوها نطلقوا هذا النص هذا، نجمعوا واحد شويه منه باش نديرو فوق الحشوه باش ما تقطعش معنا العجينه، حيت العجينه رطبه. غنجمع الجنب اليسار مع الايمن ونبدا ندور في الحشوه ديالنا. هانتوما كيفاش تجي على حساب سيجار او مربع. نزيد معكم واحده اخرى. هانتوما تبارك الله العجينه بعد ما طلقات لنا مزيان تتساعدكم في التوراق، ما تتعذبكمش، راه دغيا دغيا بين لما وجدتي الحشوه تتكون العجينه طلقات معك. هانتوما تتسرحها بواحد الطريقه سهله، ما تحتاجش شي عذاب كبير. تبارك الله دغيا تمشي معاك. هانتوما تنهزوها طريه في الصغير تنطويو العجينه تكون رقيقه. تنعمرو الجوانب مزيان. تنهزوها للجنب هذا، واخا تقطع معاكم ما تخافوش، راه تتجمع. ملي تتجمع من هاد الجنب وهاد الجنب تيتغطاو دوك التقيبات ديال العجينه. غنبقى نديروها في واحد اللاطه تنكملوا العجين كامل، نعمرو بالتعميره كامله. ديك ساعه ندهنوا الوجه ديالهم. نتوما نعاود معكم واحده اخرى، طريقه مفهومه وسهله. تنعمروا الجوانب مزيان، تجينا واحد السيجاره اللي هي عامره. ثم تبارك الله العجينه بعد ما طلقت لنا مزيان كيما درتو لا تمشي معكم. هانت كملت السيجارات كاملين. دابا غندهن الوجه ديالها واحد البيض، واحد الزليفه اللي درت فيها صفر البيض وشويه الخل ولا شويه الحليب باش تحيد لنا ديك الزفوريه وندهنهم. هنا عندي واحد القرعه درت فيها البافو ونرش بديك القرعه باش ما تضيعش معنا هاد التزيين. بعد ما طابوا لنا هانتو دخلتهم على الفران على درجه 150 من الفوق لتحت، تحمروا من التحت ومن الفوق خطره وحده. هانتوما كتيجيو مقرمشين. تبارك الله. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش في الاشتراك في القناه والتعاليق ديالكم زوينه. وصلكم جديد وشكرا وبصحه والراحه.